بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الساعة 11 مساء بتاريخ 2/11/1432 هجري، الموافق 30/9/2011 ميلادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تبدأ مأساتي وقضيتي عبر النداء استرحام إلى وزير الخارجية السعودي يحرمني أبنائي الأربع 15 عاما. اختطاف أبناء الأربع تم بتواطؤ من السفير السعودي السابق بالمغرب والوزير الإعلامي الحالي عبد العزيز محي الدين خوجة، وبعض موظفي السفارة السعودية بالمغرب، ومن بعض موظفي الخارجية بعاصمة الرياض. المتواطئين من المفسدين الإداريين بقضيتي هذه أجبروني أن أفعل ذلك، أن أتحدث أمام الملأ صوت وصورة، علما أني لم أكن أرغب أبدا أن تصل الأمور لهذه المرحلة، ولكن أنا تحملت 15 سنة وما عدت أتحمل أبدا، خاصة أني تعبت ومرضت وأصبحت أعاني من عدة أمراض مزمنة، كما أني أتمنى موتي يوميا. أنا المواطن السعودي حسام غزالة، أب لأربع أبناء سعوديين أبا عن جد، أسرى مختطفين بالمغرب منذ 15 عاما. جئتهم سائحا فرحا محملا بالهدايا وبأطفالي لنسعد في إجازتنا السنوية التي كانت بعام 1418 هجري، الموافق 13/7/1997 ميلادي، وخرجت منها وحيدا بعدما تعرضت في بلدهم إلى أبشع جرائم الإنسانية، وهو خطف أطفالي وزوجتي من أحضاني بقوة النفوذ والسلطة والضرب والسحر. نشرت قضيتي في عدة جرائد مغربية الكبيرة والصغيرة، وعددها 22 نشرة، و7 جرائد سعودية، وهم مجلة سيدتي لعام 2000، جريدة الاقتصادية لعام 2000، مجلة الجديدة لعام 2002، جريدة النخبة لعام 2002، جريدة الوطن لعام 2003، جريدة عكاظ ل2004، صحيفة سبق الإلكترونية لعام 2011. لا يوجد مسؤول اتصل يسأل ما موضوع هذا الشخص. طبعا هناك جرائد كثيرا رفضت، وغيرهم من القنوات الفضائية التي رفضت، مثل قناة اقرأ وعدوني واخلفوا عام 2003. الآن قناة العربية عمر السكر يتهرب، وقناة الجزيرة قالت أنها مشغولة الآن، فيما بعد سوف تنشر، علما أنني ومنذ 14 عاما سنة 1998 ميلادي كنت أعلم جيدا أن قضيتي تحتاج إلى فضائيات، وسافرت إلى قطر واتصلت على قناة الجزيرة من الفندق وأرسلت لهم الفاكسات، ولكنهم رفضوا حتى مقابلتي. يريدون قضية سياسية، لا يريدون موضوع إنساني، أو بالأحرى أن ليس لديهم برنامج يناسب قضيتي. المشكلة الكبيرة هو أن الجرائد السعودية لا تجرؤ بنشر الحقيقة كاملة، علما أنني أعطيتهم نفس هذا الخطاب من قبل، ويعلم جيدا تواطؤ السفير السعودي آنذاك، وهو مطالبا بأطفال الأربع الذين سلبوا مني في تلك الإجازة الشؤم على نفسي، مطالبا بتلك الأحكام التي صدرت لصالحي من محاكم مغربية بتنفيذ الأحكام التي تسمى باسم جلالة الملك. هذا طبعا بعد خوض المعارك هناك لإثبات قليل من العدل، كما أني تعرضت لإهانات كثيرة هناك بالمغرب لأني مواطن سعودي، ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي، فالقلوب ميتة والأذان لا تسمع واللسان خرست عن قول الصدق. توقعت عندما أنشر مأساتي عبر الجرائد أن أجد من يقف معي ويساندني لكي يستعيد أطفالي، ولكني كنت مخطئا حين اعتقدت أن الساحرة لا تستطيع أن تسحر الشعب المغربي والعالم بأكمله، ولكنها سحرت الجميع بقوة بخطفها زوجتي وألبستها الجن وعمل السحر لأبناء الأربع القصة لتجعلهم دروع وغطاء لأفعالها الشيطانية، تحركهم كما شاءت ويفعلون لها أي شيء تريد منهم، مطالبة مني الفدية الطائلة لفك رهنهم. هذا أن أردت استرجاعهم لي، وهذا لا يمنعني من مخاطبة ذو القلوب الرحيمة والضمائر الحية بأن يرفعوا هذا الظلم والقهر عن زوجتي وأطفالي الأربعة. أبناء يشتكوا مني ويطالبونني بالكف عن نشر صورهم بالجرائد لأنهم فضحوا بدون فائدة، لا شيء تغير، ولولا ثقتي الكاملة التي كنت أعتقد فيها مسبقا هو أن العدالة المغربية سوف تنفذ الأحكام الصادرة من محاكمها باسم جلالة الملك، خاصة قضية رجوع بيت الزوجية لعام 1998 دون تلاعب بالقانون. ولكنني أقسم بالله أني لن أترك أطفالي أبدا في المغرب، ولن أرجع دونهم إلا ميتا. رجائي بالله ثم بكم أن تعيدوا لي الثقة في نفسي تجاه نصرة الحق ودحض الظلم والسحر عن زوجتي وأبناء الأربع،
حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص كان حرمني من أبنائي. السفير قتلني وعذبني ولكن بطريقة غير مباشرة. السجن لعام ونصف بسبب الديون التي سببتها الساحرة كان أرحم بكثير علي من حرمان الأب من فلذات كبده الأربعة. حرموني من رؤية ولدي اليتيم الذي ولد في المغرب ولم أراه إلى الآن. لم أكن أقصد أبدا أن أشتكي أحدا فيهم، وندمت كل الندم على هذه الشكاية. لقد كانت بمثابة جريمة عظمى قد ارتكبتها بحياتي. حكم رجوع بيت الزوجية وعقد الاتفاق المصدق عليه من السفارة ومن حكومتهم، وهو أن الزوجة ترجع برمضان عام 1418 هجري، وإن لم ترغب بالعودة إلى السعودية تسلم البنات للسفارة السعودية وليس لها الحق بالمطالبة بهم. ولكن بسبب مطالبة بهم لو كلام بس وليس فعل، أن فراش موظف بالسفارة اتصل بالزوجة وقال لها ترجعي لزوجك بالسعودية أو نوكل محامي السفارة لرفع قضية بتسليم البنات، كانت القضية من زمان انتهت. أو أن السفارة استدعتني عن طريق الخارجية السعودية لأخذ بناتي، بس كيف لازم ينتقموا مني على الشكاية التي تقدمت بها ضدهم ويؤدبونني ويحرموني أولادي، وما أقول إلا حسبي الله عليهم ونعم الوكيل، وأن الله يأخذ الحق منهم في الدنيا والآخرة. ناشدت المغاربة من ملكهم الراحل الحسن الثاني والملك الحالي محمد السادس وجميع وزرائهم وإلى محاكمهم وجرائدهم بمئات الفاكسات ولكن دون جدوى. كما أني تظلمت إلى وزارة الخارجية السعودية بتاريخ 7/3/1419 هجري وإلى ديوان المظالم في 21/8/1423 هجري، حتى آخرهم جمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 16/9/1432 هجري ولكن دون جدوى تذكر. خلال ال4 سنوات الماضية بداية من تاريخ 18/10/2007 بعد أن سمحوا لي بالتحدث مع بناتي والذين كانوا يحرمونني حتى سماع صوتهم بالأشهر والسنين الطوال، أرسلت إلى ابنتي الكبيرة جميع المستندات التي تؤكد أني لم أهرب إلى السعودية واتركهم في المغرب كما أدعت أمهم، وأرسلت لهم مبالغ نقدية قرابة 120,000 ريال. حاولت جاهدا معهم أن أحد منهم يأتي لزيارة إلي السعودية زيارة، وسوف أسمح لها بالرجوع لتكملة الجامعة، والتي كانت بالنفي القاطع. لا ألومهم لأنهم مسحورين وغاسلين مخهم، كما أني حاولت أن أتحدث لوالدتهم وهو أن تفك السحر المعمول لي ولهم، ولكن والدتهم ترفض رفض قاطع بالتحدث معي. أنا بذمة الديون على الناس ويلزم علي سدادها، ولكن هم لا يريدون أن يرحموني ولا يخلوا الله يرحمني، كله بسبب السحر. بعد أن كنت تاجر غني وتاجر موهوب، بس سحر المغرب جعلني فقير ومديون أنتظر الحسنة ومساعدة الغير لإظهار الحق. أين صوت الحق لأخاطبه يا رجال المسلمين؟ أين صوت العدل الذي كان يلمع بالسماء يا نساء المسلمات؟ أين صوت الضمير أن ينطق بالحق؟ أين هؤلاء من مصيبة لاستجرت بالله فيهم؟ فقد أصبح الحق باطل مقيد بأيدي غير أمينة، وتحول الصدق إلى نفاق وكذب وبهتان ورياء للتباهي على أجساد وسمعة الآخرين، ويسقى من دماء الأبرياء حتى تصل إلى الأطفال القصر الأبرياء بظلم الإنسان الشيطان ميت القلب. وهذا ما حصل معي تماما ومع أبناء الأربع، فقلوبنا ممزقة تنزف جريحة مسلوب الإرادة ذقنا فيها من العذاب والبكاء وما يكفي من شقاء الغربة لعامنا ال15 تحرمنا فيه ساحرة مغربية وبعض مسؤولي السفارة السعودية انتقاما منهم لي بسبب برقية أرسلت بتاريخ 16/10/1997 ميلادي إلى وزير الخارجية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، أشتكي 3 من موظفيها لعدم مساعدتهم لي المعنوية فقط. وبعد مقابلتي إلى السفير خوجة بس شاف الجواز السفر وعرف اسمي قذف الجواز السفر وجهي من بعيد على الطاولة، يحتقرني ويقول لي أنت اللي شكيت السفارة. قلت له لم أشتكي عليك، أنا اشتكيت على 3 موظفين رفضوا مساعدتي معنويا. نحن فاقدين الإحساس بشعور الحنان والحب الأسري، وهناك طفل يتيم عامه ال15 لا يعرف أباه ولم يرى إلى الآن إلا عبر النت منذ قرابة ال4 سنوات. يا قضاة المغرب، يا مسؤولين، يا مدراء، يا رؤساء،
تذكروا دائما إن دعتكم قدرتكم على ظلم الناس فتذكروا قدرة الله عليكم. أخيرا بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، وهو أني أناشد جميع حكام آل سعود العظماء حفظهم الله، وأخص بالذكر أناشد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك العادل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان، وولي النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بأن يساعدونني لاسترجاع أبنائي من المغرب ومعاقبة المتواطئين والمتسببين في حرماني من أبنائي لمدة 15 عام. وأناشد وأتوسل من الأمير نايف أن يشكل لجنة من وزارة الداخلية لحماية أبناء الأربعة في المغرب، وذلك لعدم الثقة في أي موظف في وزارة الخارجية أو في أي موظف كان في السفارة السعودية. مر علي 15 عام يوم وطني و29 عيد مسلمين، وأنا حزين أبكي على فراق أبناء الأربعة، وأتمنى من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين الملك العادل عبد الله الملك العادل أنا يأمر بأن يسمحوا لي برؤية أبنائي الموجودين بالمغرب في عيد الأضحى المبارك لعام 1432 هجري. أرجو من الله ثم من الشعب السعودي النشمي ومن جميع المسلمين بالعالم الذين يشاهدون هذا الفيلم وهم أن يساعدونني مشكورا أنا وأبناء الأربع بنشر قضيتي بسرعة لكي تصل إلى ولاة الأمر حكام آل سعود قبل أن تموت الحقيقة ويحجب الرابط على الفيسبوك واليوتيوب. القضية مكتوبة كاملا على الموقع حسام.غزال@hotmail.com. ذلي وبكائي هذا فقط من أجل حرماني أبناء الأربعة 15 عاما. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.